المطلوب من السفارة القطرية هو توضيح موقف حقيقة، لأنه الحكومة الأردنية تتحدث عن تحريك دعوة من قبل السفارة ضد الزميلين أمجد معلة وأيضا الزميل نضال فراعنة. مطلوب من السفارة أن توضح هذا الموقف، هل فعلا هي تقف خلف توقيفهم واعتقالهم وتحريك الدعوة عليهم أم لا، حتى نحدد بالضبط من الخصم الذي نتعامل معه. الأمر الآخر، أنا أعتقد أن هذه القضية يعني تجري محاكمتها على أساس سياسي، ليس على أساس قضائي وليس على أساس قانوني. الدليل أن المسألة تأخذ بعد سياسي، أن بقاء الزميلين معتقلين لأكثر من 100 يوم تحت ولاية الادعاء العام وعدم تحويل القضية وعدم إغلاق ملف التحقيق وحالة الملف جملة وتفصيلا إلى القضاء، دليل أن الأمر يعني يأتي في سياق سياسي ولا يأتي في سياق قانوني، ولا يأتي في سياق مخالفة لقانون المطبوعات والنشر أو مخالفة لقانون العقوبات. وبالتالي المطلبين الأساسيين الآن هو أن توضح السفارة القطرية موقفها بالضبط من هذه القضية، إن كانت طرف فيها وإن كانت تقف خلفها. والأمر الآخر هو المطلوب أيضا أن تدرك الحكومة أن الأمر بات مكشوفا، أن الأمر والتعامل السياسي مع هذه القضية وبهذه الطريقة المهينة للجسم الإعلام والمهينة للجسم الصحفي والمخالفة أيضا للقوانين، يعني مخالفة لقانون المطبوعات والنشر باعتبارين أساسيين. الأول أن قانون المطبوعات يمنع التوقيف في قضايا الحريات، الأمر الآخر أن الموقع مرخص وبالتالي هو تحت ولاية قانون المطبوعات، وبالتالي العملية بمجملها تؤشر على أن الموقف والأداء والقضية كلها برمتها يتم التعامل معها من جانب سياسي وليس من جانب قانوني. وهذا حقيقة مأخذ على الدولة الأردنية، وينحت في مصداقيتها وينحت في ادعاها أن هناك حريات وأن القوانين هي التي تحكم العمل الإعلامي أو تحكم العلاقة ما بين الحكومة ومختلف الجهات وما بين القطاع الإعلامي والصحفي. بالنهاية هذا معيب في صورة الدولة الأردنية ونقطة سوداء في تاريخها ونقطة سوداء في سجلها، خاصة سجل الحريات المزعوم والمدعى أن لدينا حريات حقيقية ولدينا قوانين تحمي هذه الحريات. من جانب آخر، موضوع محكمة أمن الدولة يعني حقيقة لا زلنا برغم كل التجميلات، محاولات التجميل لوضع هذه المحكمة وطبيعة القضايا التي تعرض أمامها، لكن لا زالت هي أداة من أدوات المؤشرة على عدم وجود إصلاح حقيقي. استمرار هذه المحكمة ومحاكمة مدنيين أمامها أيضا هو دليل على أن موضوع الحريات هو موضوع مجروح وموضوع يعني غير ذي صلة حقيقة بواقع الأمر. نسمع كلاما في سياسيا وإعلاميا، لكن على أرض الواقع بقاء هذه المحكمة ومحاكمة صحفيين وإعلاميين ومدنيين أمامها لا زال يؤشر على أن موضوع ما نسمحه في موضوع الحريات وموضوع الإصلاح لا يتجاوز الكلام ولا يتجاوز التنظير ولا يتجاوز الحديث العام، لكنه لا يترجم على الأرض بإجراء حقيقي. تحويل الزميلين كما في السابق تحويل مجموعة من الزملاء إلى أمن الدولة، أنا أعتقد أنه أيضا مؤشر مهم على جدية حقيقية عند الدولة الأردنية في موضوع الإصلاح وفي موضوع إعادة صياغة العلاقة ما بين هذه المحكمة وما بين مختلف القطاعات سواء كان مدنية أو عسكرية. الأصل أن هذه المحكمة لا تكون موجودة من الأصل. إحنا موجودين اليوم لمساندة الزملاء في وفقتهم الاحتجاجية أمام السفارة القطرية لإيضاح الموقف حول اعتقال الزميلين المعلة وفراعنة على القضية اللي اعتقلوا على أساسها من محكمة أمن الدولة لما يزيد عن 90 يوم. احنا في لجنة الحريات نقدم الدعم لكل الزملاء بما يتناسب مع الدور، بما يتناسب مع دور النقابة في حماية الصحفيين ودور لجنة الحريات في توفير الحماية الكاملة للصحفيين أثناء أي فعاليات يقوموا فيها. صراحة يعني احنا في لجنة الحريات في بهاي الفترة عندنا استياء عام من أداء الحكومة في سنة 2013، عام مليء بالمشاكل، وعام يمكن وصفه بعام العدوانية أو العدوانية يمكن وصفها بالمتعمدة للحريات. بدأنا بعرب اليوم وانتهينا باعتصام الرأي وحجب المواقع الإلكترونية واعتقال زميلين بمحكمة أمن الدولة لمدة أكثر من 90 يوم. فما بعرف هذه الحكومة إلينا تسير بنا، إلينا تسير بالإعلام. ما هي خطوات الإصلاحية التي تقوم بها؟ صراحة أنه كل ما يقوم به رئيس الوزراء عبد الله نسور وهو كل ما يقوله على وسائل الإعلام أنه نحن مجتمع منفتح وإحنا في طريق الإصلاحات، في الحقيقة على أرض الواقع وما يجري على أرض الواقع وما يجري بالنسبة للإعلام هو صراحة يجانب الحقيقة ويعاكس كل ما يقوله على أرض الواقع.